طيب، السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة نكمل المقدمة. خلاص، فاضل بس جزء كده في المقدمة نخلصه. يعني المقدمة هتاخد مننا شوية. طب أنا ليه بعمل كده؟ علشان بس إن أنا عايز إن أنا أديلك كونسبت. الكونسبت ده هو ده اللي يخليك إيه على أرض صلبة كده، وما يبقاش عندك إن شاء الله إيه أي مشكلة في إيه في أي حاجة كده. ولو أنت عندك مشكلة في أي حاجة، أنت المفروض إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت تسألني طبعا، وأنا إن شاء الله هرد عليك وهجاوبك عشان ما يبقاش عندك أي مشكلة. وبعد ما نخلص المقدمة دي إن شاء الله، ويبقى أنت كويس في الكونسبت ده، نبدأ إن إحنا ناخد التسمية، وعلى طول بعدها بقى إيه تبدأ تحل. مش هيبقى عندك مشاكل إن شاء الله. طيب، بسم الله. بص بقى، احنا كنا وقفنا قلنا ايه اصلا. اول حاجات بس ايه قلناها المره اللي فاتت لتاكيد المعلومات، وان انا اقدر اخش في الايه في التكمله بشكل سليم. يعني احنا قلنا ايه؟ ان احنا كنا واخدين اول مركب تم تحضيره في المعمل ال H2NC دبل بوند او NH2، وان ده مركب تساهمي، مركب بيدوب في الميه. قلنا ليه بيدوب؟ علشان بيقدر يعمل روابط ايه هيدروجينيه، اللي هي الهيدروجين بوند. تمام. وقلنا ايه الحاجات اللي تعمل روابط هيدروجينيه؟ اي حاجه فيها اف، اي حاجه فيها او، اي حاجه فيها ايه ان. دي الحاجات اللي بتعمل روابط هيدروجينيه. لكن في العموم ان جنرال كده، المفروض ان احنا نقول ايه العضوي ايه لا يذوب في الماء، زي مثلا الزيوت او الخل او الحاجات دي كلها ايه ما بتدوبش في الماء. تمام. العضو المفروض ان هو ايه لا يذوب ايه في الماء. تمام. وكتبنا المعادلات وعرفتك ازاي تكتب المركبات، وايه المركبات اللي انت ممكن تكتبها صح، والمركبات اللي انت ايه ممكن تكتبها غلط. خلاص، واتناقشنا في الايه في الحاجات دي كلها. تمام. طيب. ماشي. بعد كده كان عندنا بقى حاجة مهمة جدا، ألا وهي تجربة الكشف عن المركب العضوي. كان لازم إن أنا أجيب أي مادة عضوية. ليه؟ أي مادة عضوية علشان تكون بتحتوي على عنصرين بشكل أساسي، هي الكربون والهيدروجين. وليكن مثلا جلد أو قماش أو بلاستيك أو أي حاجة من الحاجات دي. تمام. أو بلاستيك أو أي حاجة من الحاجات دي. إن أنا بس إيه أقوم جاي مسخن الكلام ده كله، هسخنه. تخيل معايا إن دي شعلة، معلش أنا رسمي على قد شوية، وان انا احط عليها ماده من اكسيد النحاس اللي هي لونها اسود. فكان ايه اللي بيحصل؟ كان بص بقى، كان عندك السي وكان معاها سي او، وكان عندك الاتش ناخد منها اتنين مع السي او. ايه اللي يحصل بقى؟ هنا يطلع لنا السي او زائد اتش 2 او، طلع معايا بخار ميه، وهنا يطلع برضو معاك السي ويطلع معاك الايه السي او 2. طيب، يعني السي او 2 ده هو مصدره جاي من السي ده هي صح، والاتش 2 او ده هي مصدرها جاي من الاتش. ووضحنا الاكسده والاختزال اللي حصلت هنا، ان السي او ده بموجب 2 طلع هنا بصفر، اذا حصل له عمليه اختزال. اذا هو ماده ايه؟ اذا هو ماده مؤكسده. ماده مؤكسده ليه؟ لان العامل عكس العمليه ويحصل له عمليه اختزال. هنا برضو نفس الفكره، ان الايه السي او برضو هنا حصل له بموجب 2 راح بقى صفر، اذا الشحنه الموجبه قلت. اذا دي عمليه ايه اختزال. والاكسده والاختزال احنا شرحناها في الايه ده اختزال. يبقى ده ايه عامل شرحناها في التأسيس، فالمفروض ما يبقاش عندك اي مشكلة فيه. تمام. طيب، اذا السي او 2 ده مصدره جاي من السي، والاتش 2 مصدره جاي من الاتش. طب انا عايز بقى اكشف على ده. هتكشف عنه بايه؟ بماء الجير سي او اتش باي 2. ينفع ان انا ابدل الكالسيوم بباريوم مثلا، او ينفع ان انا احط بي. المهم اي حاجه تطلع راسب. ازاي؟ اي حاجه هتشبك مع دولت هيطلع في الحاله دي سي اي سي او 3، في الحاله دي هيطلع بي اي سي او 3، في الحاله دي هيطلع بي بي سي او 3. اي حاجه من دول تنفع. ولكن في الكتاب ذكر لك ماء الجير بس. طب ايه الفكره او اشمعنى دي بس؟ ده طبعا ميه في كل الكلام ده كله. طب اشمعنى اصلا خدنا ماء الجير او خدنا الشيء ده؟ لان الشيء ده يا ولاد هو اللي بيطلع راسب. طب يعني ايه برضو؟ ايه الفكره؟ بص، ما انا لو عندي ميه مثلا وحطيت عليها تراب، ما هيحصل تعكير. ليه هيحصل تعكير؟ او ايه الاساس بتاع التعكير ده؟ ان الراسب ان في تراب وما دابش في الميه. لكن لو انا جايب ميه بسكر كده، لا هتدوب، فبالتالي مفيش تعكير. اذا التعكير هدفه تكوين راسب. طب امتى يطلع راسب مع الكربونات دي يا ولاد؟ بص، جميع دي معلومة كده ايه بروزها كده. جميع الكربونات اي حاجة فيها سي او 3 راسب تكون راسب، عدا شوية الحاجات دول. عدا الحاجات دي يا ولاد مش راسب. اللي هي ايه بقى؟ ال Na لما تلاقي ال Na، لما تلاقي ال K، لما تلاقي ال NH4، دول مش رواسب هتدوب في المية حتى لو في CO3. انما اي حاجة تانية فيها CO3 اعرف ان هي ايه؟ لا، دي هتعمل معايا راسب. تمام كده. طيب، ولو برضه انا جاي اسالك اقول لك السي او لما بقى سي او كده كتلته حصل فيها ايه؟ لا، كده كتلته قلت. ليه؟ لان خسر الاو اللي عنده دي. تمام. برضه نفس الفكره هنا، ايه الكتله بتاعته قلت لانه خسر الاو اللي عنده دي. تمام. كان في برضه ايه ان احنا نتكلم في المقارنه، ان احنا نتكلم في المقارنه ما بين المواد العضوية والمواد الغير عضوية. دي أنا ما كنتش اتكلمت فيها المرة اللي فاتت. هي بسيطة يعني، تعال نقولها إيه سريعا كده في عجالة. تمام. طيب، بص يا دكتور.
والله بص، احنا عندنا ان انا لو انا عندي اي ماده عضويه، اي ماده، عندي ماده عضويه، وعندنا اي نصغر بس شويه كده. تمام، عندنا ايه؟ عندنا مثلا اي ماده عضويه، لو انا جاي اقارنها بماده والماده دي تكون غير عضويه، لو انا بقول لك مين يدوب في الميه هتقول لي العضوي لا يذوب طبعا، مش هيدوب، اما ده هيدوب في الميه. ده منطق، ده اصلا مش ده ايوني، يبقى ده الترابط عنده اعلى، يبقى دوت عنده غليان وانصهار اعلى، غليان اعلى وعنده انصهار اعلى برضه. طب مين اللي يعمل بوليمرات، يعني يعمل بلاستيك؟ اكيد طبعا العضوي ده هيعمل بوليمر، ولكن المعظم مش الكل، معظم المركبات العضويه بتعمل بوليمر. بوليمر ده البلاستيك اللي انا كنت قايله قبل كده. طب هنا رابط ايه؟ هنا رابط تساهميه، والتساهميه اقل شويه من الرابط الايه الايوني. طب مين اللي بيوصل كهرباء؟ الميه توصل كهرباء ولا البنزين مثلا؟ لا طبعا الميه، ما هو ماده غير عضويه دي زي الميه، ماده عضويه ده مثلا زي البنزين، زي السولار، زي الجاز، كل ده. فمين اللي يوصل؟ طبعا ده يوصل، انما ده ايه؟ لا يوصل. تمام كده. عندنا ايه تاني؟ مين اللي بيدوب في الميه؟ مين نوع الترابط؟ مين اللي بيعمل بوليمرات؟ مين بيوصل كهرباء ومين لا؟ آه... مين اللي بيعمل ايزومرات؟ ايزومرات يعني متشابهات. اللي بيعمل ايزومرات طبعا هيكون المركب الايه العضوي، ان ده يعمل ايزومر، يعمل ايزومر. لكن الغير عضوي ايه؟ مش هيعمل ايزومر، مش هيعمل ايزومر. تمام كده. تمام. طيب. طيب بص بقى يا دكتور يا محترم، احنا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده بعد كده هناخد ايه بقى؟ هناخد العائلات. احنا كنا بنتكلم على ان احنا عندنا في الكيمياء دي عائلات. طيب انا قلت لك في الاول ان احنا المنهج اصلا بتاع العضويه ده متقسم ايه؟ جزئين اتنين. عندي حاجه اسمها هيدروكربون هيدروكربون، وعندي حاجه اسمها مشتقات من الهيدروكربون. مشتقات نص العضويه طبعا الاول بيتكلم عن الهيدروكربون اللي هي الحاجات اللي فيها سي و اتش، اما النص التاني بيتكلم على المشتقات اللي هي فيها الايه السي والاتش والايه والاو. تمام كده. طيب السي والاتش والاو. طيب يبقى الهيدروكربون حاجات اللي فيها سي او اتش. طيب ماشي، انا دلوقتي مهتم اكتر بالهيدروكربون، ومهتم بكام عيله كده مهمه عندي. المره اللي فاتت قلت لك بص، عندنا عيله اسمها الالكان، عيله تانية يا اولاد اسمها الكين، وهنزود كمان عيله كمان اسمها الكاين، وعيله كمان عندنا اسمها الكحول، وعيله كمان عندنا هزودها عندك اسمها الاحماض. انا قلت لك كل عيله بيميزها حاجه معينه، فكل عيله من دي ليها قانون عام. ايه هو القانون العام بتاعها؟ بص، الالكان سي ان، ال N هي عدد ذرات الكربون، H2N، اضرب في 2 بقى الرقم ده وزود عليه 2. لو عملت اللقطة دي يبقى انت جبت الكان. طب الالكين يا ولاد CN، اضرب في 2 واسكت H2N. طب الالكاين لا، CN H2N ناقص 2. طب الكحول ده بقى، الكحول الكان CN H2N زائد 2، الكان بالظبط اهو، بس زود عليه O. دي صعبة دي، اكني بقول لك الكان ومعاه O، يبقى ده الكحول. طب الحمض الكين ومعاه O، بالتالي يعني CN H2N وحط عليه O. طيب تعالى هكتب شوية أمثلة، وأنت الأمثلة دي أنت قول لي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ألكان ولا ألكين ولا ألكاين ولا كحول؟ واحدة واحدة. بص، لو أنا بقول لك مثلا معايا هنشتغل على كربونتين، كربونتين اتنين، فأنا أقول لك مثلا معايا C2، اضرب في اتنين وزود اتنين، اضرب في اتنين يبقى كام؟ 4، ها، وزود اتنين يبقى كام؟ 6 أهو. اضرب في اتنين واسكت يبقى C2H4، اضرب في اتنين واطرح اتنين يبقى C2H2. اضرب في 2، هات بقى الكان مثلا اهو سي 2 اتش 6 ده اهو، هاته سي 2 اتش 6 الالكان، احط عليه او، ده كده بقى يا باشا كحول. طب الحمض، هات الكين سي 2 اتش 4 وحط عليه، بس ده على فكره 2 او، معلش 2 او، وحط عليه او 2. خلاص كده يبقى هو ده الالكين. تمام ده. طيب انا قلت لك ان كل عيله بيميزها حاجه معينه. طيب ايه اللي بيميز الالكان؟ بص، الالكان مركب مشبع كله رابط سيجما، صعبة الكسر، صعبة الكسر، يعني مركب مستقر جدا. عارف اكني بقول لك مثلا عندك دكه وايه وقاعد فيها طلاب كتير، يبقى هي مشبعه. عارف عشان تقعد حد في الدكه هتعمل ايه؟ محتاج تقوم حد وتقعد حد مكانه. بنسمي كده الالكان بيتفاعل بتفاعلات اسمها تفاعلات الاستبدال مش الاضافه. طيب مثال مثلا، ما هو سي 2 اتش 6 دي هعملها كده اهو سي 2، واحط الايه يا باشا؟ الاتشات بتاعتك الست اتشات بس كده. طب السي 2 اتش ار ايه اللي بيميز الالكين بقى؟ الالكين بيميزه ان هو فيه واحده بس باي، فلو عايز ارسم دي احط الواحده الباي واحط الايه؟ الاتشات بتاعتها، وبنسمي الرابطه اللي فوق باي والرابطه اللي تحت ايه؟ سيجما. طب سي 2 اتش 2 ده الكاين، ففي اتنين رابطه باي، بنسميها ايه؟ بنسميها رابطه ثلاثيه. خلاص يبقى هو ده الرابط بتاعها.
طب الكحول بقى عندك اهو دي باي في 2 باي، واللي تحت دي سيجما زي ما قلت لك. طيب الكحول بقى يا باشا الكان اهو كله روابط سيجما خلاص، وتحط ايه او اتش بس، هتلاقيه كده ايه 5 اهو، 5 اتشات حوالين السيهات دي، وهنا في واحده كمان يبقى 6. واللي بيميز الكحول يا جماعه مجموعه الاو اتش دي اللي هي اسمها مجموعه الهيدروكسيل، مجموعه الايه الهيدروكسيل، مجموعه ذريه، مجموعه اسف مجموعه وظيفيه، يعني بتحدد الخواص الكيميائيه المركبه. كل عيله من دول بيميزها حاجه، يعني الالكان ان هو كله سيجما، الالكين ان هو فيه واحده بس باي، ده المفتاح بتاعها، الالكين فيها 2 بس باي. الكحول بيميزوا ايه مجموعه الايه الهيدروكسيل اللي هي اللي موجوده عنده دي، تمام تمام. طيب انما الحمض يا اولاد، الحمض بيبقى فيه حاجه اسمها السي او اتش، دي المجموعه الوظيفيه بتاعتها اللي هي مجموعه الكربوكسيل، مجموعه الايه الكربوكسيل. فانا لما اجي اسالك ايه هي المجموعه الوظيفيه للحمض تقول لي مجموعه الايه الكربوكسيل. هكتب انا بقى شويه رموز وانت تيجي تقول لي دول عائلات ايه وايه وايه. يبقى انت حفظت الالكان بس الاول، الالكان هتعمل ايه؟ هتضرب في 2 وتزود 2. طيب الالكان اضرب في 2 وزود 2، احفظها بقى. الالكين اضرب في 2 بس، الالكان اضرب في 2 واطرح 2. الكحول الكان احط له او، الحمض الكين احط له 2 او، تمام كده. طيب هكتب شويه رموز، ده هيبقى ايه تدريب كده، وانت قول لي دول عائلات ايه، خلاص. طيب تدريب، بص عندك اول رمز هكتبه لك هيبقى سي 2 او سي 3 مثلا، اتش كام؟ اتش 8. الثانيه عندنا سي 4 اتش 10. مثلا الثالثه سي 4 اتش 8. ناخد مثلا سي 5 اتش 8. ناخد مثلا في 6 سي 3 اتش 8 او. ناخد مثلا في 7 سي 3 اتش 6 او 2. طيب كل حاجة تخصها، بص يا دكتور، ده مش ده ضربت في 2 وزودت 2، إذا ده ألكان، ده عيلة الإيه الألكان. إيه بقى؟ قول لي أنت بقى سؤال، إيه اللي بيميز عيلة الألكان دي؟ عيلة الألكان اللي بيميزها إن هي كلها إيه؟ كلها سيجما، افتكر بقى كده. طب ده برضه إيه؟ ألكان لأنه ضربت في 2 وزودت 2. ده ألكين. ألكين، وأنا قلت لك بقى إيه في العائلات المرة اللي فاتت إن صيغة الألكين اللي هي سي إن اتش 2 إن دي يا دكتور زي بالظبط الألكان الحلقي. فإحنا بنسمي دولت، فاحنا الكان حلقي، فاحنا بنسمي دول ايزومرات، يعني ده احتمال من اتنين، يا الكين يا الكان حلقي. ولكن مش هيبقوا ايزومرات لو انا عندي كربونتين. ليه؟ لان مفيش حلقه بكربونتين، يعني مثلا لو هو المركب كده وده الكين، مش هينفع طبعا اعمل حلقه من اتنين، اقل حاجه خالص لازم يبقوا تلات ايه كربونات بالشكل ده كده. تمام تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده عندنا ده ايه سي 5 اتش 8، ده الكاين. وايه اللي بيميز الالكاين؟ لو جاي اسالك تقول لي ان في كام رابطه باي، في 2 رابطه باي. ده عباره عن الكان، وحطيت له انا ايه او. ده ايه؟ انا لسه قايل لك ده دلوقتي كحول، بس انا المره اللي فاتت قلت لك الكحول والايثير ايزومرات في المحاضره اللي قبل دي. اذا تقول لي ده احتمال من اتنين، يا مستر يا اما كحول يا اما ايه ايثير. اذا اي صيغه تجيلك الكان حط له او، احتمال من اتنين، يا كحول يا ايه يا ايثير. طب ده الكين وحطينا له ايه 2 او، ده احتمال. هو انا لسه قايل لك دلوقتي حمض، وهنزود كمان احتمال قدام، عايز تعرفه اعرفه، عايز تسيبه لحد الاخر ماشي. ده حمض يا اما ايه استر يا ولاد، الاثنين نفس الصيغه لان الاثنين ايزومرات. طب انت هتفهم الايزومرات مش دلوقتي، سيب كل حاجه لوقتها، هفهمها لك اكتر والله بس في وقتها، واحده واحده بس، تمام. فانت دلوقتي ايه كل مطلوب منك في الفيديو ده بس ان انت تعرف العائلات، واي رمز اجيبه لك تقول لي ده يا ايه يا ايه، احتمال يا كذا يا كذا. دي فيها مشكله؟ ان شاء الله ما يبقاش فيها مشكله. طيب الخطوة اللي بعد كده يا دكتور إن إحنا نعرف الأسامي، الأسامي بشكل إيه؟ عام كده شوية. بص يا دكتور، إحنا دلوقتي في الأسامي هنركز على ثلاث حاجات بس، ثلاث عائلات بس، اللي هو الإيه؟ الألكان. هنحتاج نبيت كده ما بينها. هنحتاج ألكان، وهنحتاج ألكين، وهنحتاج ألقاين. خلاص إحنا هنركز على الثلاث عائلات. أول حاجة عايزك تمليني القانون، فكرني كده بقانون الألكان. إيه هو قانونها؟ القانون بتاعها سي ان اتش 2 ان زائد كام؟ زائد 2. طب الالكين يا دكتور، الالكين سي ان اتش 2 ان. طب الالكاين سي ان اتش 2 ان ناقص 2. سي ان اتش 2 ان ناقص ايه؟ ناقص 2. عايزك بقى بص، انا هكتب السيهات، يعني مثلا ده سي واحده، خلاص اضرب في 2 وزود 2، يبقى المفروض اتش 2 زود 2 بقى يبقى اتش 4 لو هو سي واحده. طب لو سي 2، هنا الالكين مش هينفع يبقى سي واحده. ليه؟ لان انا قلت لك عايز رابطه باي، وانا مش هينفع اعمل رابطه ثنائيه في كربونه واحده، فبالتالي مش هينفع. طب الالكاين مش هينفع برضه كربونه واحده. طيب لو احنا جايين برضه نجيب الكان،
من كربونتين هتقول لي سي 2 اتش كام، اضرب في 2 وزود 2 يبقى اتش 6. طب لو الكين سي 2 اتش كام، اتش 4 اضرب في 2. طب لو الكاين سي 2 اتش كام، اتش كام، اتش 2 اضرب في 2 واطرح 2. دي فيها مشكله؟ ان شاء الله مش هيكون في مشكله معاك لحد كده. طب هنكمل بقى الاسطمبه دي لحد الاخر كده. لو انا عندي سي 3 هيبقى سي 3 اتش 8، سي 4 اتش 10، هتلاقي هنا سي 5 اتش كام، اتش 12. عايزك تكمل كل ده بقى، يبقى سي 3 اتش 6، سي 4 اتش 8، سي 5 اتش 10، كل الكلام ده. وهنا هتلاقي برضو سي 3 اتش اضرب في 2 واطرح 2 اتش كام، اتش 4. وهنا هتلاقيه سي 4 اتش، هنا دي اتش 8 صح، انت هتخليها بقى اتش 6 اطرح 2. تمام. طيب يبقى ده سي 4 اتش 6. ولو انا عندي مثلا السي 5 هيبقى سي 5 اتش كام، اتش 8. تمام كده. طيب لو احنا جايين نكمل، عايزك برضو تكمل معايا كده للاخر. نكتب برضو السي 6 والسي 7 والسي 8 والسي 9 والسي 10. خلاص. لو هو سي 6 هيبقى سي 6 اتش 14، سي هنا اتش كام، 4 يبقى 16، اتش كام 18، اتش 20، بعد كده اتش 22، اتش كام، اتش 22. عايزك بقى نكمل برضو كل ده. ماشي طيب. معلش محتاجين نكملهم بس. سي 6 اتش 12، سي 7 اتش 14، بعد كده سي 8 اضرب في 2 بس اتش 16، سي 8 اتش 16. هنا سي 9 اتش 18 اضرب في 2 بس واسكت. هنا سي 10 اتش 20. طالما الكين اضرب في 2. طب الكاين يبقى سي 6 اضرب في 2 واطرح 2 يبقى 10. سي 7 اتش كام، اتش 12. سي 8 اتش كام، اتش 14. اضرب في 2 واطرح 2 سي 9 اتش 16. وهنا سي 10 اتش كام، اتش اضرب في 2 يبقى 20 اتش 18. في مشكلة؟ تمام. بص عشان نعرف نسمي بقى دول محتاج الأول أحفظك معلومة كده. بص احنا عشان نسمي يا أولاد أو التسمية احنا بنسمي في الكيمياء العضوية بناء على أرقام الكربونات. فاحنا هناخد أرقام من سي 1 لحد سي 10. فأنا محتاج أعرف أساميهم. طيب فأنا هقول لك بقى السي 1 اسمها إيه، والسي 2 اسمها إيه، والسي 3 والسي 4 والسي 5. بعد كده سي 6، سي 7، سي 8، سي 9، سي 10، عشان انت اللي تسمي اللي بعد كده. لا هو دي يا جماعه، بص لما بنيجي نسمي بنكتب حاجه اسمها بادئه، يعني بدايه الاسم. يعني مثلا ده اسمه لما يبقى اي مركب فيه سي واحده، اي حاجه في العضويه كلها، قول ان هو بدايته مث، كلمه مث. طب 2 اث. طب 3 بروب، يبقى مث اث بروب. طب 4 بيوت. خلاص. طب 5 بنت. يبقى احفظ لي دول سوا كده، مث اس بروب بيوت بنت، مث اس بروب بيوت بنت. هكس هبت اوكت نون دك. هكس هبت. خلاص. هبت اوكت نون دك. دي فيها مشكلة؟ يبقى يبقى انا عندي الاسامي. وقف واحفظ الاسامي دي. مثل استبروك بيوت بنت، هكس هبت اوكت نون دك. هكس هبت اوكت نون دك. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب عايزك لوحدك كده تحاول تسمعهم كده. مثل استبروك بيوت بنت، هكس هبت اوكت نون دك. تمام تمام. طيب بعد كده نيجي بقى احنا لدول. بص بقى يا ولاد، دولت طالما ده الكان، ده في كام سيها انت اللي تسمي بقى. ده كام سيها؟ سي واحدة، اذا بدايته مث. مش هو الكان يبقى اقول ميثان، حط له الف ونون. لما تيجي الالكان حط له يه ونون، الكان حط له الف ويه ونون. مثال تاني يوضح. مش ده اتنين يبقى اث، مش ده الكان يبقى ايثان. خلاص ايثان. طب ده اتنين يبقى ايثان، طالما الكين بقى تكتب كلمة اث. طب هو الكين يبقى حط له يه ونون. طب ده يبقى ايثان، ايثاين بقى. يبقى ده اسمه ايثاين على وزن الكاين. يبقى ايثان، ايثين، ايثاين. ده بروبان. ممتاز. بروبان. بروبين، بروباين. ما انت لازم تحفظ الاسامي. ما حفظتهمش ارجع احفظهم. ما حفظتهمش ترجع تحفظ. يبقى 3 بروب. يبقى مس اس بروب بيوت بنت. يبقى 4 بيوت. اجي اسالك كده اقول لك 4 تقول لي بيوت. طب 5 بنت. طب 6 هيكس. يبقى ده بيوت. يبقى ده بيوتان. طب 5 بنتان. طب 6 هيكس. 7 هبت. يبقى هبتان بقى لو هي في 7. طب لو 8 اوكت نون دك. يبقى اوكتان نونان ديكان. طب لوحدك بقى لو انا عندي ده بيوتان يبقى 4 بيوتان. 4 بيوتين. يبقى ده بيوتاين. ممتاز. طب بنتان. بنتين، بنتاين، بنتان، بنتين، بنتاين، بنتان، بنتين، بنتاين. طب هكسان، هكسين،
هكساين هكسان هكسين هكساين، بنتان بنتين بنتاين، هبتان هبتان هبتين هبتاين، هبتان هبتين هبتاين. طب نكمل، اوكتان اوكتان اوكتين اوكتاين، اوكتان اوكتين ايه اوكتاين، اوكتان اوكتين اوكتاين، نونان نونين نوناين، وهكذا بقى بنفس الايه التبعية كده، ديكان ديكين ديكاين. تمام تمام. يبقى احنا كده ايه تمام في التسمية. بعد كده عايزك بقى ايه، هيجي يقول لك نوع من المسائل ممكن يجيبه لك بطريقتين، اي بقى حاجة انت شغال عليها، اذا كان الكان او اذا كان الكين او اذا كان الكاين، هتعمل ايه؟ اول حاجة تكتب القانون العام لكل عيلة فيهم. الالكان اللي هو كان ايه، سي ان اتش 2 ان زائد 2. طب الالكين تحفظها زي سي ان اتش 2 ان. طب الالكاين يا اولاد سي ان اتش 2 ان ناقص 2. طيب ممكن يجيب لك بقى سؤال ويقول لك ايه، مسألة يقول لك ايه الكان، ويجيب لك ايه، ممكن بقى يقول الكان او الكين او الكان ايا يكن، كتلته مثلا كذا، كتلته كذا، كتلته مثلا 86، يقول لك ايه هو اصلا، او يقول لك عدد ذراته، عدد ذراته 20 ذرة، يقول لك اصلا برضو ايه هو. بص ايا يكن بقى الكان الكين، مش فارق معاك ايه اللي هيقوله، ايا يكن هتعمل نفس الطريقة. هو هنا كتب الكان صح، اذا هشتغل على قانون الالكان سي ان اتش 2 ان زائد 2. والمساله هنا نوعين، في مساله كتل او في مساله عدد. طيب هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ بص يا دكتور، في حاله الكتل هنشتغل كتل، هو في جنب كده اصلا هتلاقيه مديلك الايه السي ب 12 في جنب كده، والاتش بواحد، هيديك الذرات اللي في المركب بتاعك. طيب تعمل ايه بقى؟ لو هي كتل عوض عن السي بكتلته، يبقى 12 ان، طب زائد 2 ان، خلاص زائد، لان الاتش بواحده في 2 ان ب 2 ان، زائد 2 بيساوي الكتله اللي بيقول عليها 86. اكتب الرقم اللي بيقول عليه معادله بقى، 86 شيل منها 2 يبقى 84، وهنا كام 14 ان، تطلع منها الان تطلع ب 6. اذا ده عدد ذرات الكربون، يبقى سي 6. طب اضرب بقى في 2 وزود 2 يبقى اتش كام، اتش 14. طب لو هي عدد، اكتب القانون بتاعك اللي هي سي ان اتش 2 زائد 2، بس انا هشتغل هنا عدد، يعني ايه؟ يعني هكتب ال اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هكتب السي دي بواحد، يبقى خلاص ان زائد 2 ان زائد 2 بيساوي العدد اللي بيقول عليه 20، اطرح منها 2 يبقى 18 بيساوي 3 ان، ال 3 ان، ال 3 ان، يبقى الان برضه هتطلع معاك بكام، ب 6، يبقى برضه المركب سي 6 اتش 14. طب لو قال لك الكين مثلا، بنفس الكونسبت بالظبط هتبدا تحل وتشتغل كده. يقول لك مثلا ايه الكين، يقول لك مثلا كتلته والله مثلا 56، يقول لك مثلا عدد ذراته 14 مثلا، 14. هتعمل انت ايه بقى في الحالتين دول؟ هتكتب القانون سي ان اتش 2 ان وخلاص. طب انا شغال كنت هيديك بقى بجنب، هو السي برضه ب 12 والاتش بايه بواحد. خلاص انت لو شغالين كتل اهو، ولو شغالين عدد هعمل ايه بقى؟ لو كتل عوض عن السي كتل، يبقى 12 ان زائد 2 ان بيساوي الرقم اللي بيقول عليه 56، 56 بيساوي ال 14 ان، طلع الان سوب بكام؟ تقريبا طلع باربعة، يبقى السي باربعة، اضرب بقى في 2 يبقى اتش كام، اتش 8. معلش عدد ذراته كده محتاجة تتعدل. استنى كده اتأكد بس ان 56 على 14 بأربعة، مش فاكر بكام. 56 على ال 14 بأربعة، يبقى سي 4 اتش 8. معلش احنا نعدل في السؤال، هو المفروض يقول لك عدد ذراته بقى ايه، ما يبقاش 14 يبقى 12. تمام، لو هي بقى عدد هتعمل ايه؟ هتقول كده الان مش محتاج تكتب رقم عند سي لانها بواحد، خلاص يبقى ان بقى زائد 2 ان بيساوي الايه ال 12، يبقى ال 12 بيساوي 3 ان، يبقى الان برضه تطلع معاك بأربعة، يبقى برضه سي 4 اتش كام، اتش 8. بس نكتفي بهذا القدر.